هنا الشيخ نهرو قال كلام بعمق، قال كلام كبير، خلي يسمعوه كل العراقيين، خلي يشوفون انه كبار الدولة شلون يفكرون، خلي يشوفون سياسيهم شلون يفكرون، وخلي يشوفون من خلال الشيخ نهرو، من خلال علاقته بيهم، من خلال معرفته بيهم، شو يقول عنهم. يمدحهم، يقول عنهم كلام زين. لا تسمع حكي واحد قاعد بقهوة، لو واحد قاعد براس دربونه يقول لك فلان خوش زلمه وفلان مو خوش زلمه. لا، اسمع كلام واحد عنده باع طويل بالدولة. اسمع. على قدر المسؤولية. لا تنظرون هذول ترى ما يبنون لنا شيء. سمعتوا؟ أنا أعطيكم وعد وعهد. إذا وحدتوا أهلنا وشعبنا ووصلوا رسالة، أنا أضمن لكم التوفيق. أكو أزيد من هذا؟ بكل ما تفكر به، ما أحكي به التفاصيل. ودون أن نأثر على أهلنا الآخرين، الكل محفوظة حقوقه. والله مو إنه والله يابا الشيخ نهرو يريد يخلي الدكتور سني على قيادة العراق. لا، الشيخ نهرو يجيب من النجف همينه يخليه وعنده ثقة، ويجيب من كردستان ويخليه. مو تمام؟ احنا هكذا نتعامل كعراق ككل. عين موحدة على كل خارطة العراقية من زاخ وللفر. نعمل البركة بكل أهلنا، لكنه نخدم شعب. التنافس في الخدمة وليس في سرقة مال العراق. هؤلاء اللي يسرقون مال العراق ولا يستفادون من سنت واحد. صحيح. كل اللي هسه يبوقون ومعتقدين انه هم راح يصير عندهم املاك واطيان من سرقة وبوق المال الشعب العراقي واهمين. ليش؟ بس تنقلب الآية، يجيبوكم تتصادر اموالكم وين ما تكونون، ويرجعوكم ولد فقر مثل ما كنتوا. جيبوا لي واحد قبل 2003 كان ابن عز، والله العظيم لو تسمعون الفيديو للأخير شو يقول عنهم شيخ نهرو، كان والله قلتوا صح. يقول أريد واحد من عندهم قبل 2003 كان عنده بزنس كارت، أريد واحد من عندهم كان عنده رصيد بنكي، أريد واحد من ذول السياسيين الموجودين كان يملك شيء. تدورون على الفساد؟ تريدون تاخذون على الفساد؟ روحوا دوروا عندكم، روحوا دوروا ببيوتكم. فهاي رسالة إلى الشعب العراقي. هذا الرجل قال كلام بعد فترة طويلة من السكوت. قاعد وين وصل بيهم؟ دا تشوفون وين حاصلته انفجرت وقالها. قال ذولا ما يبنون دولة، لا ننتظرهم، لا نباوع عليهم.